المشرف على هذه المقابله، الطاقم التحكيمي الذي سيقود هذه المقابله. كيف كنشوفوا امامنا من كينيا فهناك ثم رقم 22 لنا ليلي اوراكي، هذه اللاعبه اللي كتلعب في ستاد ريمس الفرص. جمع من اللاعبات عندهم محترفين تقريبا شويه من الجهه اليسرى باش يكون الامر افضل. الكره بهذه الكيفيه داخل منطقه الجزاء، هذه ناهله من زيدان والى التسديده بعيده بعيده بعيده. رابط زينب الروالي نقاش، تسديده ديال نقاش، تسديده قويه جميله جميله انه يكونوا تسديدات بهذا الشكل. تسديده اخرى عن بعد سكينه أزراوي، سكينه أزراوي على الصوره. كره ثابته، ياسمين مرابط، ياسمين تتقدم تسدد ولكن الكره فوق المرمى. من ابتسام جيد تسديده عرضيه. الهدف الاول للمنتخب الوطني المغربي 1-0. الشباك الجزائريه تهتز باقدام المغربيه حاضره بقوه. كوثر أزراف روغات داخل منطقه الجزاء، وبعد ذلك توضع الكره في شباك لاعبه ديال اف سي برشلونه ولاعبه لاقان. هنا الانطلاقه، هنا كوثر قامت بجهد كبير روغات، وبعد ذلك وضعت الكره في المرمى. كان هناك طلب الكره من حنان أيت الحاج لاخراج وضعيه جيده. شوف تمريره جميله من حنان أيت الحاج ومراوغه اروع من كوثر أزراف، رغم انها كانت مضايقه، رغم شد القميص، رغم كل شيء، ولكن وضعت الكره في شباك معينه عن الهدف. هدف في شباك المنتخب الجزائري 1-0. كوثر أزراف رائع جدا. لاحظوا كيفاش راوغات خدات المسافه ديالها والمساحه، عطات العين ديالها وضعت الكره بكل ثقه في النفس في شباك المنتخب الجزائري. الشوط الاول كان بامكاننا ان نسجلوا اهداف امامها. بالفعل كترفع كره عرضيه جانبيه، محاوله داخل منطقه الجزاء، خروج خطير الحادثه، سيده ممتازه صوب المرمى، صوب المرمى. كان بالامكان اننا نشوفوا الهدف الثاني. هذه تسديده ثانيه ولكن بعيده. من المحاوله ديال حنان أيت الحاج، حنان أيت الحاج كتراوغ. حنان ماذا تفعل؟ تبحث عن تسديده ولكن لم تكتمل. سكينه أزراوي مرور ممتاز امام اللاعبه الاولى الثانيه. يلا سكينه تبحث عن التمرير. كوثر أزراف، كوثر التي سجلت الهدف وبعد ذلك تهيئ كرة الهدف، وهذه فرحة كبيرة مستحقة. مريم عتيق في المكان المناسب، لاعبة داخل منطقة الجزاء، لاعبة الفتح الرياضي بكل براعة بكل ثقة بكل هدوء، تضع الكرة في الشباك وبالتالي تسجل الهدف الثاني في شباك المنتخب الجزائري. 2 مقابل شيء. تبقى شوط واحد، نعم، وهو الذي نلعبه الان. شوط حنان أيت الحاج، كرة عالية داخل منطقة الجزاء، فرصة مباشرة صوب الحارسة. لاعبة اف سي برشلونة الاسباني ولاعبة المنتخب الوطني المغربي مواليد 2008. مشاهدينا الكرام، في التشكيل الاساسي للمنتخب الوطني المغربي هي اصغر عنصر على رقعة الملعب. كرة مباشرة عند خديجة تاغناوت تمرير عند زينب أردواني. تاغناوت مرة أخرى تعيد الكرة. نقاش تمرير لسكينة أزراوي، تسديدة خارج وقعة منطقة الجزاء. حنان أيت الحاج مراوغة جيدة جدا ثم تسديد، لكن تصطاد بالدفاع. مواة الجميع. هذه حنان أيت الحاج، مراوغة جميلة، تمريرة مرة أخرى. تاغناوت حاولت ان تدخل بالكره داخل منطقه الجزاء الى كره ركنيه. تغيير كلي صوب ديال يسرى. ماري خديجه رميشي كتبعد الخطر. اذا في اخر كره جميله مغربيه، فرصه لابتسام جميل وضع الكره في الشباك. كره طبق من ذهب صراحه، جات بواحد هديه رائعه جدا. الاخوان او الاختين نشوفوا هذه العمليه وسنعود لهذه المعلومه. تمريره عرضيه وتغطيه عن كوثر أزراف. لا تزال خطوره مستمره مغربيه داخل منطقه الجزاء. ومتابعه عن لهذه المشاركه وهذا اللقاء
تحديدا كرة جميلة عند تاغناوت تمريرة بعيدة عن زين البردواني، تعذبت بشكل واضح ولكن تمكنت من الكرة ديالها. زين البردواني كترفع الكرة داخل منطقة الجزاء رأسية الأقرب مريم عتيق تمريرة ولكن تمريرة في العمق صوب تاغناوت. شدت صعوبة من الوصول للكرة الماضية، رجعت الكرة عن زين البردواني عند الكرة التمرير الآن عن تاغناوت تمريرة في العمق، كرة الهدف لكوثر أزراف مشات حاول من جانب كوثر أزراف إلى زينب إلى رضواني. حنان عيد حاج ترفع كرة قريبة من الحارسة، دخول داخل منطقة الجزاء وبكل هدوء بل وبكل ثقة. ربما تلقى الحل تنفذ هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، تدخل من الدفاع، عادت مرة أخرى مغربية، تسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء يتم التصدي لها وإبعادها. بصحة تنطلق بهذا الشكل. هذه الصيدلي هذه محاولة مباشرة إلى خارج وقت الملعب. كرة تنفذ داخل منطقة الجزاء صعباني في العمق، محاولة من كوثر من أزراف تحافظ على الكرة وتسدد بعد ذلك بشكل مباشر. تمريرة عرضية جانبية صعباني وبصحة البرازيلية التي ستحتضن المنافسات، لذلك سيكون تنافس كبير جدا. نذكر على أنه 32 دولة ستشارك، التوزيع يأتي حسب المقاعد. بصحة تتقدم وتسجل وتصل إلى مرمى المنتخب الوطني المغربي بعد أن حاولنا أكثر من مرة، بعد أن قمنا بمجهود كبير وبصحة تتمكن أخيرا من تسجيل الهدف. أول هدف جزائري على حساب المنتخب الوطني المغربي، سنتأكد من وضعية التسلل من عدمها، ولكن يظهر على أن بصحة هي من لمست الكرة أخيرا وتمكنت من زيارة الشباك. هذه كرة تأتي بهذا الشكل الفريد السعيد، لكن الكلمة الأولى والأخيرة كما قلت لحكمة الساحة للكينية لجوزيفين وانشيكو. خديجة ريشي تراقب كيف سيكون الحال، كانت هناك ما إن كان هناك تسلل أم لا. سكينة أزراوي، سكينة تنطلق تنسل بالكرة، لا تزال تحافظ على الكرة. سكينة أزراوي أمام شوش كتل لاعبات من هذا لاعبات الصعوبة في إتمام العملية. لا يزال الضغط المغربي مستمر، يلا سكينة لاختراق الدخول داخل منطقة الجزاء. هناك ضربة جزاء الحكم من كينيا لم تحرك سكينة في اللقطة الماضية. الحكم جوزيفين تقول ضربة جزاء للمنتخب الوطني المغربي. لاحظوا التدخل، استخدام اليد اللي جاب هذا الشكل وسقوط سكينة أزراوي. لاحظوا من زاوية أخرى إذا ضربة جزاء. سؤال: من سينبري لضربة الجزاء؟ فرنسا الفرنسي يفسح المجال لتنفيذ ضربة الجزاء. ستسدد هناك حوار ما بين حنان عيد الحاج وأيضا نقاش. إذا ياسمين مرابط غادي تمنح الكرة من نهيلة بن زينة. لاحظوا في التوقيت، الحكم ضافت 5 دقائق، حنا كنلعبوا دابا الدقيقة السابعة. هذه كرة ديال المركز الثالث نهيلة بن زينة، فرصة حقيقية وكتضيع. كيضيع هدف للمنتخب الوطني المغربي
هذا كاس الامم الافريقيه غير محظوظين تماما مع ضربات الترجيح، غير محظوظين تماما مع ضربات الجزاء وضربات الترجيح. يعني كانت بالمطلوب لعبتها في الزاويه البعيده، لكن الكره سطمت بالقائم. كرة نجاة بدري تلف هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، محاولة رأسية ومباشرة بجانب القائم الأيسر ضربة مرمى. ضربت هذه تمريرة من جانب حنان أو البحث عن تمرير من زينب أردواني بعيدة. أول كرة ترجيحية ستكون من نصيب المنتخب الجزائري. التفيد يأتي من جانب مارين دافور عميدة المنتخب لاعبة بريستول سيتي اف سي الإنجليزي. أول ضربة ترجيحية خديجة ميشي والهدف الأول. إذا 1 مقابل شيء. في الديانة الإنجليزية اختارت تنفيذ الكرة في جهة، الحارسة في جهة، إذا تمنح معنويات للاعبات المنتخب الجزائري. الآن الانتقال هدوء وجها لوجه مع الحارسة شوي يمينة نغازي، حارسة مرمى مونبولييه الفرنسي والمنتخب الجزائري. زينب أردواني الآن، زينب أردواني تتقدم تسدد وتضيع. أول ضربة ترجيحية للمنتخب الوطني المغربي. زينب أردواني اختارت الجهة اليمنى للحارسة نغازي، لم تتمكن من زيارة الشباك. الضربة الترجيحية الثانية للمنتخب الجزائري. خديجة ربيشي، نتابع هذه الكرة وإلى خارج رقعة الملعب. تضيع هذه الكرة من جانب لاعبة المنتخب الجزائري. نشاهد هنا خديجة ربيشي في جهة والكرة بعيدة عن المرمى. أميرة إذا أميرة ولد إبراهيم تضيع. نقاش تضع الكرة، حارسة مرمى المنتخب الجزائري نغازي أمام نقاش. إيلودي نال النقاش. تركيز، تتقدم تسدد والكرة في الشباك. 1 مقابل 1 الآن. تعديل الكفة وتسجيل الهدف. كرة في الشباك. شوف الطريقة اللي جات من خلال هذه الكرة. يلا خديجة، يلا ماشي هذه محاولة تسدد والكرة في الشباك. لدينا الهدف الثاني للمنتخب الجزائري. لعبت هذه الكرة بهذا الشكل مباشرة من المرمى. التنفيذ يأتي بهذه الكيفية. صوفيا خالد. الضربة الترجيحية الثالثة ومحاولة التعديل الآن. تركيز، رانيا بوطيبي لاعبة بروج البلجيكي. بوطيبي تتقدم الآن وكرة في الشباك. هدف ثاني للمنتخب الوطني المغربي.
في بهذه الكيفية، رجل اليسرى ساحرة جيدة. هدفا لكل منتخب. ولدينا الآن كرة الرابعة، محاولة جزائرية ومباشرة إلى خارج نقطة الملعب. ممتاز، خديجة تتصدى لهذه الكرة، لم تتجاوز خط المرمى. تألق خديجة الرميشي بشكل رائع، ارتطمت بالعارضة الأفقية وبعد ذلك خارج المرمى. شوف تألق الحارسة خديجة الرميشي. يلا كرة لصالح المنتخب الوطني المغربي، كرة التقدم. تركيز، انتظار، هدوء. كرة تضيع. إذا تتمكن حارس مرمى المنتخب الجزائري. الضربة الترجيحية الخامسة، الضربة الترجيحية الخامسة، وخديجة الرميشي تراقب ما يحدث. التصدي سيكون مهم جدا في الطريق نحو المركز الثالث. إذا الكرة للمنتخب الجزائري عن طريق اللاعب إيناس بلومو. تتقدم إيناس، تسدد الكرة في المرمى. شوفوا الطريقة اللي جات من خلال هذه الكرة. إذا لدينا الآن تقدم للمنتخب الجزائري، ترجيحية لكل منتخب. نجاة بدري، نجاة بدري، الضربة الترجيحية الخامسة للمنتخب الوطني المغربي. الصافرة تأتي من الحكم الكينيا. نجاة بدري تتقدم الآن، تسدد وترتطم الكرة بالعارضة الأفقية، وبالتالي المنتخب الجزائري يظفر بالمركز الثالث في هذه كأس الأمم الأفريقية المغرب 2026 في لقاء حسم بضربات الترجيح. نتابع هنا الإعادة لهذه الضربة الترجيحية من جانب نجاة بدري. تسديدة قوية في العارضة الأفقية وبعد ذلك خارج خط الملعب. إذا مشاهدينا الكرام، تابعنا وإياكم هذا اللقاء، مباراة ترتيبية. شكرا على حسن المعاينة والمتابعة، نلقاكم في قريب المواعيد بحول الله.